مر أسبوع، البيت رجع هادي، بس الهدوء ده كان غريب، تقيل، كأنه بيستنى حاجة. بدأت إجراءات الطلاق، وكنت فاكرة إن الموضوع هيخلص بهدوء، لكن هاني ما اختفاش. في يوم بالليل كنت قاعدة لوحدي، سمعت خبط خفيف على الباب. بصيت في الكاميرا، كان هو واقف، شكله متبهدل، دقنه طالعة، عينه فيها سهر وتعب. فتحت الباب نص فتحة بس. عايز إيه؟ صوته كان واطي لأول مرة. عايز أتكلم. سكت شوية، وبعدين قلت دقيقتين. دخل وبص حواليه، كأنه غريب فعلا. وحشني البيت، قالها وهو بيبص للأرض. رديت ببرود، البيت اللي طردتني منه. اتوتر وقعد. أنا غلطت، كنت مضغوط، وأهلي. قطعته. أهلك مش شماعة. سكت، وبعدين طلع ورقة من جيبه. أنا مستعدة أتنازل عن أي حاجة، بس ما نخسرش بعض. بصيت للورقة، عرض صلح وتنازل عن أي مطالب. ضحكت ضحكة خفيفة. دلوقتي افتكرت. رفع عينه لأول مرة. أنا خسرت كل حاجة يا دينا. أهلي رجعوا يعيشوا عند قرايبنا، وشغلي اتأثر، والناس كلها عرفت اللي حصل. الكلام كان واضح. هو مش ندمان علشاني، هو ندمان على نفسه. قرب خطوة وقال اديني فرصة تانية. بصيت له، نفس الشخص، بس أنا مش نفس البنت. الفرص دي كانت امبارح، قبل ما ترميني برا. سكتنا شوية، وبعدين قلت بهدوء امشي يا هاني. ملامحه اتكسرت. ده آخر قرار؟ هزيت راسي. آخر قرار. خرج، بس قبل ما يقفل الباب قال جملة أخيرة: هتندمي. ابتسمت وقلت الندم الحقيقي إني كنت ساكتة من الأول. قفلت الباب ومشيت جوه. المرة دي البيت كان هادي فعلا، مش خوف، مش توتر، راحة. بعد شهرين حياتي بدأت تتغير. رجعت أشتغل على مشروعي القديم، كبر ونجح أكتر من أي وقت. والأهم، رجعت لنفسي. وفي يوم وأنا خارجة من مكتبي شفت عربية واقفة وشخص مستنيني. أول ما بصيت اتصدمت. النهاية المفتوحة. الشخص ده كان حد من الماضي، بس رجوعه المرة دي هيقلب كل حاجة. لو عاوز بقية القصة اعمل متابعة واكتب تم.